السلام عليكم وفيديو جديد. النهارده معايا اليوم 27. انا النهارده عايزه اغير نوع العليقه، بس قبل ما اغيرها لازم اوزن الاول، اشوف الاوزان معايا مناسبه ان انا اغير نوع العليقه ولا لا. انا لسه متبقي معايا من العليقه الوسط شويه، فانا لازم قبل ما اغير العليقه للخشنه لازم اخلط الاتنين على بعض. بس قبل ما اخلط الاتنين على بعض لازم اعرف الوزن بتاعي ايه، فهنشوف دلوقتي الوزن وبعد كده نكمل الكلام. دلوقتي هنشوف كذا واحدة معايا ووزنهم ايه. احنا عايزين الوزن المتماثل لنا يكون كويس معانا، من كيلو 400 لكيلو 600، فما شاء الله دي داخلة على كيلو 800 اهيت، فكده ما شاء الله كويس. احنا برضك هنشوف كذا فرخة معايا عشان نعرف الوزن ده هينفع معايا اغير نوع العلف ولا لا. دي ما شاء الله برضك كيلو 700 اهوت. ما شاء الله دي خلاص حاجة بسيطة ويدخل على كيلو 800. ما شاء الله الاوزان معايا كويسة قوي في المرحلة ديت. الحمد لله، ربنا يبارك لنا ويبارك لكم يا رب في كل حاجة بتعملوها. ما شاء الله دي 2 كيلو. ما شاء الله ما شاء الله احنا عندنا اوزان ما شاء الله كويسة في اليوم 27. احنا كده هنبدأ نغير نوع العليقة بتاعتنا للخشن. فقبل ما نغيرها لازم نخلط الوسط على الخشن علشان ما يحسوش ان هم حاجة غلط لهم في معدتهم ويبطلوا الاكل، لا يفضلوا مستمرين على الاكل. فانا لازم قبل ما اغير لنوع لازم اخلط الاتنين على بعض علشان ما اظلمش حد، وكمان ما يبعدوش عن الاكل، وكمان ما يسيبوش الاكل. لا انا عايزه يفضلوا مستمرين في الاكل. اي حد عنده استفسار انا هرد عليه. والسلام عليكم ورحمه الله.